بسم الله الرحمن الرحيم. في كيفية إنزال القرآن الكريم. تمام، يعني كقرآن شوا نازل به. في المسألة ثلاثة أقوال، بس لذا سيقول هنا ثلاثة مبتدأ. المسألة متعلقة بحصاد الخبرية ثاني أقوال نجي تمييزه بشي عدد بل تمييز تبدأ مضاف إليه تمييز بل. الأول وهو الأصح الأشهر، إيه أول كي الصحيح المشهور جي أوي أن الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ. رب العالمين اللوح المحفوظ جم خضايا نازل كده إلى السماء الدنيا بالعثماني دنياي في ليلة القدر. نوري يعني موجود يعني عيدي خداي يعني بيام خدا مكان نسبة داعش خدا را هم نزال ودرم ويدرم من نزال والسماء الدنيا في ليلة القدر شوالية القدر تا جملة واحدة محورة. إن أنزلناه في ليلة القدر يعني بين مفسر قال لك وان بي يعني مجموعه تذيوي ما ليلة القدر نازل كده بالسماء الدنيا بش أجا بيدر بيج رسول الله. ثم نزل بعد ذلك منجما يعني متفرقا، يعني ايدي تقسيط في 20 سنة أو 23 سنة، يا 20 سال يا 23 سال هذا، أو 25 لو ياجي 25 سال، بحسب الخلاف في مدة إقامة صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة. يعني الجورا اختلافات مدة إقامة رسول الله المكي بشتي خاص شاندي البديل ده سال ماي الور شخا ماي وبشتي هاتيا شاندن كان بيجن الور بشتي هاتيا شاندن 10 سال ور ما به 40 سال جرات به 10 سال ور ما بو 5 13 سال ما به بو بيسوسي اساس قولي مش صحيح دبيجن بيسوسي نوري شي رسول بيت اويدا چل سالی پیغمبر تیجر هاتیه 13 سال المکی ماه 10 سال مدینی ماه اذا تم 63 بیش 63 وفات کردی و چاقی بوسی 23 نوره يعني الوراء اختلافات مدة إقامة مكة بشتي بحثتي. يعني كنت تقول مكة 16 سال ما يشغل مدينة 10 سال بيج ما يدني كنت بيج 16 سال 16 سال تقول بيج 6 سال تقول نا 16 سال ما 14 15 ما وش هاي بيج بيج نوري يا تقول نا 10 سال ما وش هاي بو بيست. فهمت كيف؟ الثاني أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر، أو 23 أو 25. قول الدواد بين نازل بيا با السماء الدنيا في 20 ليلة قدر، 20 ليلة القدر هذا. فهمت كيف؟ 20 ليلة القدر هذا نازل بيا، يعني هر 20 رمضان هذا يشوف هر ليلة القدر رمضان كده بهر رمضان 20 رمضان يعني، أو 23 20 ليلة القدر يا 23 ليلة القدر هذا، أو خمسة يا 25 ليلة القدر هذا. كذلك بحسب اختلاف الرواة في مدة إقامته بمكة بعد الإسراء، أو بياد ليلة القدر كل دس بيك المكي مثلا كي هذا دس بيك البا أم بين ليلة القدر ده ليلة القدر الورس سكلمة ببست أم بين سيزة ليلة القدر الورس سكلمة سيزة رمضان وش هو عين وكوي. وأنه كان ينزل في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل سنة. إذا نازل دبو يا دا ينزل تهات نازل كرن في كل ليلة منها هر ليلة القدر جوان ليلة القدر ده ما يقدر الله إنزاله في كل شيء قدرته تقدير كي إنزاله دوي صال ده يشقى وره مثلا أو دوي صال ده أم بيجني أو 7 آيات وره 7 ليلة القدر نازل دبو وجا هندري وي صال ده جوي ليلة القدر نازل دبو ليلة القدر دني مثلا 7 دني نازل دبو هندري وي صال ده جوي 7 رسول الله هدي ثم أنزل بعد ذلك من نجم في جميع سنة بشا يعني هر شيء خدي تقدير كنا ليلة القدر ده شان بشا إجا نازل دهات نازل كرن أيدي دري صالح وكان ما يقول من قولك أبها يعني دبي هر ليلة القدر كي إيه صالح هاتيه سماء الدنيا وبشا هدي رسول الله هاتيه إيه أول قلت تب هبرة ليلة القدر كده هاتيه وهدي بيس صالح ده بيس صالح ده هدي رسول الله هاتيه. فهمت كي؟ الثالث قول أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، يعني إن أنزلناه يعني إنزال يعني بدأنا إنزاله في ليلة القدر. ما ليلة القدر هذا اسم نزوله ويكر نكون ما هيش نان يا سماء الدنيا جم خو بواسطة جبرائيل مشاندية ليلة القدر جم مدرس بيكر بما ليلة القدر ده بناصر. فهمت كيف؟ ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات بشا إجا نازل بيا بشتوي يعني بيدر بي بتقسيط الوقت دكشتا وقت اثنين. فهم بو؟ ها وش هاد جغرافيا وثقافيا وإبري فرع
بريد تقول تبر ليلة القدر إذا جار كده نازل بيه سماء دنياي في ناوي سماء دنياي في بيجد ليلة القدر إذا جبوا دس بكريه وتي نازلنا في ليلة القدر إذا دس بكريه بس هدي رواكوز ليلة القدر هاتية شوابية بو شكل سهل. الرابع أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة يقول إشارات بلوح المحفوظ تفهاتية وأن الحفاظة نجمته على جبريل في 20 ليلة هاتية جمع ملائكة حفظة يكون حفظة كن حفظة قضاء جوانا أو كلنا تخصيص كده سر جبرائيل بالصالح أو يعني جوان هالجارين قد جبرائيل يعني لوح المحفوظ ربي العالمين شان دي جوان حفظة وملك خروج ملك دمك شيء وان قرا في رواية أذى فأنا هدي جبرائيل قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. تمام. نجمت على جبريل في 20 ليلة وأنا في 20 ليلة ها بيست شديدة. جبريل جاء في 20 سنة يعني تبي حفظه بيست هالجاري هنكي بيست شديد دانا أو دانا جبرائيل جي وي بيست شديد بيست صار رسول طريق. الحكمة من نزول من الجمال حكمة نزول القرآن كتقسيم ها بيدر بي نبحث يعني قد يتساءل متساءل بيك سؤال بك بيجي مسر في نزوله من الجمال حكمة شيء لنزول القرآن كتقسيم هاتيه برشا هاتيه ولما لم ينزل كسائر الكتب السابقة جملة واحدة شما بهبراناتيه يجد لم ينزل شما ناتيه نازل كرن طرف خدا دا وجهك بيشي. وقد أجاب الله تعالى على هذا السؤال فقال رب العالمين جاب دا يقول فقال سبحانه وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كافرة جو شما قرآن بحفرة نازل نبو يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل طب قستوان قستكن بيخبري بري كتاب جار كده جوانات هات توراة جار كده هات زبور جار كده هات فأجابهم تعالى بقوله كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا بشكل نازل كده يعني زال كذلك لنثبت به فؤادك أي نقوي به قلبك قلبك به وتبكي فإن الوحي إذا كان يتجدد وطي وحي نوبة في كل حادثة هر أوليدا كان أقوى بالقلب قلب دها وتيد به وأشد عناية من المرسل إليه دها دمك أنمي ده إك مرجرات شينه هجاري مرجرات شينه هجاري مرجرات شينه نقول ملكي حتى على خمر ما برايه ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه هل جازي أو دكا جركتك نوري ملاك بروره وتجدد العهد به وتجدد ملك لازم تك حدا ملك بيرانوب فيه وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز وبتجدد العهد به بوي وبما معه من الرسالة وتشيك بيراهي في بيخنبرتيه الواردة من ذلك الجناب العزيز أو بيخنبرتيه كواتيج في جنابه عزيز يعني جنابه خدا فحد تلو من السرور طب جاجرة كيف واش تبع ما تقصر عن العبارة ذات بالمقاربة بيشه يعني كيف كوريش ذاك عبارة يعني بوتن كاريفة ذاك ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان شو قاسي رسول أنجا مليون زيادة رمضان دابو لكثرة لقياه جبريل عليه السلام شو ترقى جبريل ده جبريل ده وقيل معنى لنثبت بفؤادك أي لتحفظه شو تأزر به فإن صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب الصائمي بنات خوانت نوري ياز نذكر ففرق عليه ليثبت عنده حفظه جار ايدي هاتش بوك ازبرك هجارين جازبرك هجارين جازبرك بخلاف خير من الانبياء دين نور فانه كان كاتبا او كخبر يدري مثلا او غير كاتب قارئا تخندن يمكن حفظ الجميع كارب هفرا حفظ بك وجار كتاب خوينه ومن آيات القرآن ما هو جواب السؤال كي آيات القرآن جواب سؤالنا ومنه ما هو إنكار على قول قيل شكاتية قوتين إنكاروية أو فعل الفعل يعني شكاتية كرن إنكاروية فكان جبريل عليه السلام ينزل بجواب السؤال بس جوابه وين سؤالي داني يقرب من بناء حتى وتوي سؤالي أو تبيان حكم القول أو الفعل ما سوي قوتني بيان تكر بيانوي داني يا كرن قوي كرني بيانوي داني ها وبهذا سيحتاج بحبراني نوريك وبهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق اشترى مثال كناين ولا كناين بات إلا أمشي حقيقة حقيقة كناين يعني وحيد ها كما أن نزوله مفرقا أدعى إلى قبوله هم نزوله أريد هات قبول كلن لتدرج الأحكام فيه أحكام درجة نيا جو تب حبرا مثلا أحكام ورن بطر بوطا هم لما يشبكن هم روجي بيجرن هم إشكي ناخن هم زنا نكن هم أول بكن تب حبرا بوطا أمريكان بكن نوري أما بيدر بي كين تشكيل بنت تشكيل ده هي تشكيل بنت تشكيل ده في حكمة فيها تخاص
ها. نعم. بخلاف ما لو نزل جملة واحدة بهربنا فإنه كان ينفر من قبوله كثير من الناس، قال شيء نفرت منه. ها. لكثرة ما فيه من الفراد والنوش في فرز ونهي بتقربنا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جراتها قالت قوتية إنما نزل أول ما نزل، أول ما نزل سورة من المفصلات. أنجح نازل أول يكون نازل بيه سورة مفصلة. نوري. تمام. نعم. فيها ذكر الجنة والنار مثلا بيجين سورة مفصلة. يقول لي ما يذكرش تقول جيش كريه حتى كريه حتى عماية. بس ليش بيقول كذا تقول مرسلات حتى عماية كان في جيبنا بيجي صار مفصل إيه ما يكسر نقول قلت إيه كسر إيه طوال المفصل ها يعني بيجي يمكن راد بيجي. إنما أول ما نزل سورة من الفصل فيها ذكر الجنة والنار تبع الجنة آغير نوري إيه كنت يعني. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام وقت إنسان أو تشون بعد الإسلامي صاب عجلة من تشون بعد الإسلامي نزل حلال وحرام. جاء حلال وحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر مثلا أولك نازل بنا بوطنا إشكي ناخذ لقول لا ندع الخمر أبدا بوطن تركناك. مم. ولو نزل لا تزنوا زنا لك لقول لا ندع الزنا أبدا امتنا تركناك. أما أول مثلا تقول إشكي زراري به هاتن قوتن نوري بشرا قد وقت المشكي ناخذ هي بشرا حرام. مم. والمتتبع للأحاديث النبوية الشريفة إيكو الميزات لحديث بيغمبر بقيمات يرى أن القرآن الكريم كان ينزل بحسب الحاجة بذلك القرآن يقول احتياجي لازم أحيانا 5 آية ومرة 10 آية نوري. مم. ها. يعني 5 آيات ومرة 10 آيات أو أكثر أو أقل. وقد صح نزول قوله تعالى غير أولي الضرر وحدها. ها. صحيح هذه وجنة آيات كيجي ويبعث آيات مم. كيف آيات أو احتياج شيء فيها أو ناصب. نعم. يعني هذا مسكن. مثلا سيدي. مثلا سيدي. كيفية الإنزال والشيء إنزالي. نعم مثلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ونطيب